المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. جهود توفير الدواء في البلاد. تطوير التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر. تطور الخدمات الاجتماعية في كرن. قتلى في تفجير انتحاري استهدف تجمعا بكابول. الرئيس الصيني يحض واشنطن وبيونغ يانغ على التفاوض بأسرع وقت. والرئيس الفرنسي يصل الهند في أول زيارة رسمية له. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال المدير العام لشركة أزل لإنتاج الدواء سيد مسجنات خلآب إن مصنع الشركة الكائن في مدينة كرن ينتج 40% من احتياجات البلاد من الدواء، وبإمكانه إنتاج 60% من الاحتياجات إذا عمل بكامل طاقته. وأوضح بأن إنتاج الدواء بدأ في البلاد في مرحلة الكفاح المسلح، ونتيجة لأهمية إنتاج الدواء قامت الحكومة الإريترية بإقامة هذا المصنع عام 2003 بالتعاون مع مؤسسة أردنية لإنتاج الدواء. وذكر أن أهمية تصنيع الدواء في البلاد يكمن في تقديمه سريعا للمرضى بأسعار مناسبة ومراقبة جودة الإنتاج عن قرب في الوقت الذي تشهد فيه أسواق العالم أدوية مقلدة غير موثوق في جودتها. وقال إن تصنيع الدواء نشاط صناعي قيم ويقاس إلى جانب المصلحة الاقتصادية بالجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية. وأوضح بأن مصنع أزل لإنتاج الدواء يقوم حاليا بإنتاج حوالي 50 نوعا منح الأولوية حسب احتياجات البلاد من الدواء، مشيرا إلى أن البرامج المستقبلية تشمل في رفع كمية الأنواع المنتجة وضمان جودتها بتقوية التعاون مع مؤسسات المراقبة الخارجية ورفع الإنتاج الموجه للتصدير. وشركة أزل لإنتاج الدواء هي شركة مساهم تمتلك الحكومة الإريترية 58%، والمؤسسة الأردنية لإنتاج الدواء 42% من أسهمها، وهي جزء منجود لضمان صحة المواطنين حيث تسهم في تقديم الدواء بأسعار مناسبة. قال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رشيد محمد عثمان إن برامج تنفذ لتقوية العملية التعليمية. وأوضح في الاجتماع الذي عقده في مدينة مصوع يومي 5 و6 من مارس عن توفير نواقص المدارس وصيانة المدارس التي تضررت من العواصف وتوسيع المكتبات الرقمية هذا العام. وأشار تقرير التعليم في المديريات عن بلوغ نسبة النجاح إلى أكثر من 80% نتيجة جهود ال5 سنوات الماضية. ودعا المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزا نفسها إلى العمل المنسق لحل النواقص والقصور للدفع بالتطور الذي تشهده العملية التعليمية. وأوضح المشاركون أن ارتفاع المشاركة في التعليم خاصة الطالبات نتاج الجهود المنسقة الجارية، منادين لتقديم دروس إضافية للطلاب متدني النجاح. قال مدير مدينة كرن السيد زرقز قداويت إن مؤسسات الخدمات الاجتماعية شهدت تطورا ملحوظا تزامنا مع النمو السكاني. وأوضح بأن عدد المدارس وصل إلى 68 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتطور كبير للمؤسسات الصحية المتوازية مع التعداد السكاني. وأشار إلى نمو النشاط الزراعي المروي الجاري في مساحة 441 هكتار، وتربية الأبقار حيث تتجاوز منتجات الخضر والفاكهة والألبان سوق المدينة إلى المدن الأخرى. وذكر عن سير جيد لعملية إيجارات البيوت بموجب المرسوم الحكومي، إضافة إلى أعمال نظافة المدينة بتوظيف العمال وتوفير شاحنات نقل النفايات السائلة والصلبة. وأوضح السيد زرقز قداويت أن إعادة توزيع الأراضي الزراعية وتنمية قدرات العمل من البرامج الأساسية للإدارة.
أعلن المستفيدون من برنامج الادخار والقروض المصقرة في مديرية عد قيح أن القروض المقدمة تحسن من حياتهم المعيشية. وقال مسؤول البرنامج في المديرية إن البرنامج يقدم القروض للمواطنين في الريف النائي والبلدات والمدن الذين لا يستطيعون الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، وتشجيعهم لاستثماره في النشاطات المنتجة. وأشار إلى تقديم 5 أنواع من القروض وضعا في الاعتبار قدرات ورغبات المقترضين. وأوضح عن تقديم القروض في العام الماضي ل 49 شخصا بمبلغ 474 ألف نقفة لتوظيفه في الزراعة المطرية والمتاجر الصغيرة، إضافة إلى تقديم قروض بمبلغ 293 ألف نقفة ل 36 عاملا، مشيرا إلى أن توسيع القروض وجمع الديون المستحقة من الأنشطة التي يقوم بها البرنامج. وينشط برنامج الادخار والقروض المصقرة في 6 مديريات بالإقليم الجنوبي. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه في العاصمة الأفغانية كابول وقتل 7 على الأقل في هجوم استهدف تجمعا لإحياء ذكرى زعيم سياسي من أقلية الهزارة الشيعية. وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن شرطيا و6 مدنيين قتلوا وأصيب 15 مدنيا حينما تم إيقاف الانتحاري عند نقطة تفتيش في منطقة في العاصمة كابول. وأعلنت جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة، لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها. وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الشرطة المحلية إن مسلحين من حركة طالبان هاجموا موقعا مشتركا للجيش والشرطة في إقليم تخار، مما أدى إلى مقتل 7 جنود و10 من رجال الشرطة. وقالت طالبان في بيان إن 29 جنديا وشرطيا قتلوا في الهجوم، بينهم 4 قادة. حض الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب على التحاور بأسرع وقت ممكن مع كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وقال شي آماله هو أن تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتصالات وأن تتحاورا بأسرع وقت ممكن. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلا إذا اتخذت بيونغ يانغ خطوات ملموسة، فيما تواجه الولايات المتحدة انتقادات على موافقتها إجراء محادثات ستمنح كوريا الشمالية شرعية دولية. ولم تحدد المتحدثة طبيعة الأفعال التي يتعين على كوريا الشمالية القيام بها، لكن تعليقاتها تمثل إشارة إلى أن نهاية الأزمة بين البلدين بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية ليست وشيكة. وتنامت آمال حدوث انفراجة مع كوريا الشمالية يوم الخميس، عندما قال ترامب إنه مستعد لعقد اجتماع غير مسبوق مع كيم. وصل إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى نيودلهي في زيارة تستغرق 3 أيام لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر دولة عدديا في العالم. وحطت الطائرة الرئاسية في مطار العاصمة الهندية في أول زيارة لماكرون إلى هذا البلد منذ انتخابه في مايو 2017، وتأتي بعد 2 شهرين على زيارته للصين. وسيخصص ماكرون جزءا من الزيارة للعلاقات الثنائية مع عقد لقاء مع رئيس الوزراء ناريداري مودي واختتام منتدى اقتصادي فرنسي هندي مع ترقب توقيع عقود جديدة. وسيترأس الأحد مع مودي أول قمة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية المنبثق عن قمة المناخ التي انعقدت في باريس للترويج لهذه الطاقة المتجددة في الدول النامية. ويرافق ماكرون عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية جان إيف لودريان ورجال أعمال وفنانون لهم علاقة بالهند. أيضا فاصل أخير مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فكونوا معنا. في النبأ
الخبر الرياضي الأخير، سجل القائد دانييل دي روسي هدفا خلال فوز روما بثلاثية نظيفة على تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة ليعزز فرصه في التأهل للدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وساد التعادل بدون أهداف حتى الدقيقة 10 من الشوط الثاني عندما سجل اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الأول من ضربة راس، وانقض دي روسي بشكل جيد على كرة بالرأس ليحولها إلى الشباك في الدقيقة 73، بينما أضاف بديله لورينزو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع. هذا وفي الدوري الألماني عزز فريق الشالكة تواجده في المركز الثاني بالترتيب العام بتغلبه على مضيفه ماينز بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة 26 من المسابقة. ويدين شالكة بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانييل كاليوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55. ورفع شالكة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ، ويفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقه بروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت اللذين يلتقيان يوم الأحد. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم ووقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.